ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل احلى والذ واسهل سندوتشات هوت دوج. الهوت دوج بتاعنا سلقناه الاول 5 دقايق بالظبط على النار في ميه من غير اي حاجه. الكميه طبعا حسب عدد افراد اسرتك. كل ساندوتش هياخد واحده، فانت حددي اللي محتاجاه. زبده 3 معالق متسيحين على نار هاديه، بقدونس مجفف، توم مفروم، جبنه موتزاريلا، توم ترانشات، كوبايه عصير طماطم، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. بس كده. العيش الفينو اللي مستخدمينه ياريت تجيبي نفس المقاس بالشكل ده. المقاس ده هو اللي هينفع مع مقاس الهوت دوج. هنحط بقى التوم على الزبدة على بقدونس مجفف، معلقتين بقدونس مجفف، ونقلبهم مع بعض بالفرشة كده. في طاسة فيها معلقتين زيت هحط التوم المقطعين ترانشات، وعلى النار كده دقيقة لحد ما يصفر خفيف، وأحط عليه كوباية صلصة الطماطم وملح وفلفل وزعتر، واسيبها على النار 5 دقايق بالظبط لحد ما تعمل البابلز بتاعتها، وبعدين تبقى بالشكل ده كده انزلها. هناخد العيش وهنعمل فيه فتحة بالسكينة كده بشكل مستطيل بالشكل ده بالظبط كده. بعد ما تخلصي بقى تقطيع العيش بالسكينة بالشكل ده، هتضغطي على الجزء اللي فتحناه ده وننزله لتحت قوي، اضغطي عليه جامد، اعملي تجويف كده في الساندوتش. بعد كده هنعمله بالفرشة بالزبدة والثوم والبقدونس. ده بقى الجارليك بريد، العيش اللي هو بالثوم، وهدخله الفرن 5 دقايق بالظبط. يطلع بقى من الفرن، هحط له اهو طلع، هحط له معلقة من الصلصة اللي عملناها، صلصة البيتزا اللي عملناها، كل واحد معلقة كده، وهديله رشة خفيفة زعتر تديله برضو طعم البيتزا كده. وبعدين هحط له حبة جبنة موتزاريلا، بس مش هنحط كتير لان لسه هنحط على الوش تاني. هنملى بقى الساندوتش كده بطبقة جبنة موتزاريلا خفيفة، وبعدين هنحط في كل واحدة هوت دوج ونضغط عليها لتحت كده، وبعدين نغطي الساندوتش بالجبنة الموتزاريلا في الآخر، وندخلها الشواية 5 دقايق بالظبط تسيح وتطلع تبقى بالشكل ده. هزينها بقى، أنا حطيت كده مستردة، وتقدميه بقى سخن كده ولذيذ وبألف هنا. ولو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.